طيب شبابنا عاملين ايه؟ بس هنركن دي على جنب دلوقتي، حبيت اوريها لكم بس عشان هي هتبقى مشاركه معانا في الفيديو ده. النهارده بقى عندنا موبايل انا كان نفسي اجربه من زمان جدا. تخيل كده موبايلك عادي، انا موبايلي الشخصي الكاميرا بتاعته مش عجباني، تجيب كاميرا يا باشا من اعلى ما يكون من شركه مثلا معينه للكاميرات، شركه زي هاسل بلاد ولا شركه زي لايكا ولا الحاجات دي، تجيبها تحطها في موبايلك، تقلب موبايلك وتلاقي الزرار شاطر فعلا ويبقى عباره عن الكاميرا. انا راجل بحب اتابع افلام، بحب بقى اتفرج بقى في مود كده روقان وشاشه كبيره، والموبايل بتاعي معلش موبايلات كبيره اليومين دول بس مش هيديني مثلا تجربه سينما بكل بساطه. هات موبايلك بروجيكتور 70 انش مثلا في موبايلك، عاوز اطبع صوره، عاوز اطبع اوراق، دي بقى اللي عملت لنا مشكله، فضلنا نجري في البتاع عشان نخرجها من جمارك واكاديميه شرطه وقصه، بس كله عشان الفيديو. حاجات تانية بقى وقصه كبيره نتطرق اليها ان شاء الله خلال الفيديو. نعمل بس سبسكرايب ونشترك في القناه من اجل هو الموتوريلا موتو زد. افتح باشا كده، افتح. دي علبه موبايل من 2016 بس نبقى فاكرين الموضوع ده. حواف عريضة وزرار، يسمع ايه موضوع الزرار ده؟ 2016 فعلا. بس لما تقلب الموبايل يا معلم تكتشف ان هو مازال عادي برضه. كل السحر بتاع الموبايل ده الانتنة دي هي المسؤولة عن توصيل جميع الاكسسوارات، زائد بقى ان الموبايل عشان يركب له اكسسوارات زي ما احنا بنقول كده لازم يبقى رفيع. الموبايل ده اخد ليفل الرفع لحتة تانية 5 مللي، ما نزلش موبايل ارفع من كده تقريبا خالص على حد علمي. افتحه بس كده عشان نعمل له سيت اب. بص مثلا 2016 برضه والله كانوا غلابه. بس فتحت الوول بيبر عشان اغير الخلفيه، بس قال لي ان البتاع بص وول بيبر كيبز ستوبينج كلوز اب. وول بيبرز انا ما بنزلش حاجه، ما بنزلش ابس، مش نافع يا اسطى. خلاص افتح الخلفيات. حول ولا قوه الا بالله. ماشي، امال هتشغل الوول بيبر ازاي وهتشغل الطبعه ازاي؟ الحين بقى ما يعمل ابديتس والحاجات بتاعته. تعال نتعرف على الموتو مودز. معلش ايوه، عندنا طبعه تطبع صور، منطقي جدا. ده كان تعاون بين امازون وموتوريلا، عاملين سبيكر يتلزق في ظهر الموبايل فيبقى سماعات اضافيه ليك او اللي هو المساعد الشخصي بتاعك. ده يا سيدي البروجيكتور اللي قلت لكم عليه. واخيرا واكتر حاجه متحمس اجربها، كاميرا اضافيه للموبايل من شركه هاسل بلاد. شيل اللي بكى. ايوه خلاص هنحتاج سماعه 1 2 اهي. شوف، لا واخد بالك انت من الكيرف اللي عاملينه هنا عشان لما تحط الموبايل اعلامي. بص. طب عاوزين نجرب بقى، يعني عاوزين نجرب. هل هيشغل يوتيوب؟ اقسم بالله موتو مودز مانجر هاز ستوب، ما بيشغلش اي حاجه. 2016 قاعدينه في علبه وقافلين عليه، هيطلعهم عليك. بس اول ما تركبها بيجي لك يقول لك والله موتو مودز انت ركبت دلوقتي الموتو سمارت. بقول لك ايه بجد جامده فشخ. لا حرام والله، انا حزين مفيش حاجه زي كده في موبايل. هنشوف الفرق بقى في الصوت. مفيش بيز بنص جنيه. هل لو ركبتها وهي شغاله هيقوم شغال على طول؟ انا والله الود اشغل جورج ولا اشغل حاجه حلوه نتمزج بيها، بس الكوبي رايت هترقع. ماشي هي ممكن تكون بتاخد من طاقه الموبايل شويه، وده بالفعل حقيقي. الموبايل ده بطاريته كانت قليله والناس لاحظت ده، بس انت عندك يو اس بي سي هنا يا باشا، لو انت عاوز تستخدمه وتوصلها بيه عادي لو انت قاعد في البيت مثلا. احنا كان ممكن التكنولوجيا دي من ايامها تقعد تتطور لحد ما نوصل لحاجه وتوفر من الطاقه وشغاله بنفس الفكره. والماجنتيك قوي جدا جدا، يعني شايف هي السماعه اصلا تقيله، السماعه تقيله. ده زرار غالبا عشان تشغلها منه، ده مكان اللي هيطلع منه الصور. دي الصراحه مكبر الموبايل شويه حلوين يعني، بس طبعا معلش. بقول لك ايه، ده تحتاج ورق. ايه رايك في المعلومه دي بقى؟ ورق بتاع مكن فعلا، بتاع طباعه. طب الورق ده لو خلص هنعمل ايه بعدين بقى نشوف. بكل بساطه حط يا باشا الورق اللي جاي معاها. بقول لك ايه، لازم اطبع صوره مصورها بالموبايل، اللي هو تبقى صورنا وطبعنا وبقى في ايدي صوره كل ده من الموبايل. ده تخليها ابيض واسود وتعمل لها الزوم. ماشي انا ممكن اخليها ابيض واسود. ايوه شكرا. جامد. الكواليتي بتاعت الطباعه جامده على فكره. الماتيريال دي ضد الميه، يعني الصور دي ضد الميه ما يحصلهاش حاجه. طب هي معلش هي بتجيب حبر منين؟ هي البرنتات العاديه لازم تخليها حبر من وقت للتاني، انت بتجيب لها حبر منين؟ قال لك دي بتستعمل حاجه مش عارف اسمها، حاجه زنك تعتمد على الحراره بتطبع بدون حبر. العظيم قبل فرحانه بالموضوع ده بقالها سنين عشان عملت لنا ده. قال لك 90 مليار جنيه مبيعات.
يا راجل بطاطس وكلها وكده. جراب للموبايل بقى شياكه بقى. شوف الشياكه، ماجنتيك هنا وبتاع. هم كانوا شاريين 3 طن ماجنتيك وقاعدين يحطوهم في اي حاجه. الله. زرار شطر اون اوف، او ده زوم غالبا. فلاش دي بتخرج تعمل زوم. الليزر عشان الاوتو فوكس. بالديزاين على فكره الكاميرات بتاعت هاسل بلاد، يعني اللون البرتقاني المشهور بتاعهم. كيرف بسيط عشان تعرف تمسك منه الموبايل يا معلم. اسم الشركه دي انا عمري ما اقتنعت بيها. هاسل بلاد، تحس ان مفيش ميكس كده. مش مثلا سوني لايكا، مع انها من اغلى شركات الكاميرات بالمناسبه. عارف المعلومه فين بقى؟ في ان قال لك الاصدارات الجايه من الموبايلات بتاعتنا هنحتفظ بنفس الشيء ده، بحيث ان انت لما تكون شاري دي وعاوز تغير موبايلك عشان امكانياته تزيد، بس دي ما تروحش عليك، تركبها فيه عادي. كل شيء يا باشا مدروس. القط هل اعمل زوم سنة الصورة. الزوم ده لو شغال في الفيديو تبقى قصة عبقرية جدا. شغال ولا عادي جدا؟ فلاش بقى، فلاش لازم نجرب الفلاش ده. في اللي كده نور زي الكاميرات. لا مش جو موبايلات اللي هو فلاش بتاع الموبايل ده بينور وبس. فلاش بليزر، فلاش بليزر زي بتاع الكاميرات. انستا شير بروجيكتور نفس الفكرة. جراب جلد كده، شكله جلد ومعمول من هنا معدن. هل دي بتتفتح؟ ايه ده بتتفتح؟ الموبايل يبقى محطوط كده. لا ومتينة يعني الهوا مش. موتو مودز انستا شير. ماشي. اضغط هنا عشان عاوز تظبط الفوكس بتاع البروجيكتور. بص هنا في ازرار، شايف السويتش ده عشان الفوكس زي البروجيكتورات الحقيقيه عادي خالص. ده هيبقى حوار. عاوز له قاعده اقفل بقى النور ده تاني كده. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ مثلا اليوتيوب شغال اهو. طبعا الفيديو بتاعنا بتاع الساعه المشهور جدا. بقول لك ايه، بيظبط زواياه من نفسه. اعدل كده هيقوم ظابط نفسه. بص كده ظابط نفسه. اي زاويه حطه باي زاويه هيقوم ظابط نفسه. بص لا جميله. هي طبعا اضاءتها مش اقوى حاجه الصراحه، بس تاني الكلام ده من 2016 يا معلم. كان زمان البتاع دي بقى السطوع بتاعها بقى بيوصل ل 2000 نتس وضد الميه. هي اشمعنى دي بيضه؟ موتورولا موتو زد نقدر نعتبره من السلسله اللي بدأناها قبل كده، سلسله موبايلات لن تتكرر. ان هو فعلا موبايل مش هيتكرر تاني، او اتمنى ان هو يتكرر يعني. على كام يابا بقى؟ على كام الحوار ده بقى؟ عاوز اقول لك الموبايل ده بكل الحاجات بتاعته دي لسه ما كملش سعر موبايل رائد في الوقت الحالي. بكل حاجته دي ب 800 دولار ب 700 دولار. الموبايل لوحده انا شاريه ب 250 دولار عادي جدا. انا كده خلصت. تقدر بقى تفضل يا باشا.